لما صار الدين كل إنسان يأخذ الدين على كيفه، ناخذ شغلة نترك شغلة. هلا أولادنا يلي ماتوا بالبحر، نحن لأنه ما شفنا ما بنتصور مدى المعاناة اللي بيعانيها إنسان مات ابنه قدام منه وما حسنان ينقذه، حملوا على إيده، إذا بيعرف يسبح سبح في قديش ساعة وساعتين وثلاثة، وبعدين ما عاد يحسن يشيله على إيده، فبيترك ابنه مشان ابنه ياخذوا الموج. واللي ماتت بنته أمامه، واللي راحت عائلته، واللي راح أبوه، واللي راحت أمه، ماتت نعم أهالي بالآلاف راحوا بالبحار، كلهم أهالينا أولادنا السوريين راحوا، ما حدا شفق عليهم ولا حدا بكي عليهم، بكيوا عليهم بأوروبا، والدول العربية ما بكيت عليهم ولا فتحوا لهم مجال يفوتوا على بلادهم، ما نحسن نفوت ولا على أي بلد. هلا طيب هذا الدين؟ لا ولا مو هذا ديننا، هذا مو ديننا أبدا. وين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، وينه؟ ما هذين كان اللي الناس عملوا عنهم كفار، بكيوا على أولادنا وحملوهم وأخذوهم وحطوهم عندهم. في أغلاط ما في أغلاط، مو هون المشكل. المشكل كان لازم بأنه الدول العربية تفتح لأولادنا أنه يفوتوا على ما تنتهي أزمة بلادنا. الخوارج، ما الخوارج مشكلتهم كان أنه طبقوا الدين على ما فهموه، وهدول كمان طبقوا الدين على ما فهموه. فلذلك أفضل الناس يلي إيش بيقرأ الدين وبيفهمه. لما النبي عليه الصلاة والسلام عم يتكلم عن الفقه، ماذا يعني الفقه؟ يعني الفهم. أفقهكم أي أفهمكم أعلمكم، فالفقه يعني الفهم. يوم إنسان بيفهم الدين حقيقة، ما بيفهم الدين مثل ما بده مثل ما هو بيتصور. فهي المسألة مسألة الخوارج نعم، وفيهم نعم كان لهم أسماء ولهم عالم ولهم ناس نعم. وأعجب شيء اللي ضحكني فيهم قطري بن الفجاءة. في صحفيين اليوم قال هذا قطري بن الفجاءة تابع لقطر. أخي شو المسخرة هاي؟ ما قطر موجودة قبل قطري بن الفجاءة. ياقوت الحموي ذكرها في معجم البلدان. ليش واحدنا اليوم نعم بتلاقي بيكتب ويعني على أساس هو فهمان وراكز، يعني تضيع الناس اللي عم يقرأوا لك. لا تكتب شيء تخشى في يوم القيامة أن تراه. دير بالك، الكتابة أو الكلام محاسب عليه يوم القيامة. لا تكتب بيمينك شيء أبدا أبدا، تخشى في يوم القيامة أن تراه، محاسب عليه. فهذا بالنسبة لنا نعم موضوع الخوارج.